الحوادث الصعبة اللي والله الفيلم كان جميل جدا، روحه حلوة، وكان فيه كواليس كتير صعبة جدا في الأول واتغيرت لحاجات أسهل شوية. وطبعا الفيلم بعد معاناة اتعرض بطريقة، يعني الأول كان فيه نسخة أحسن بكتير، بس للأسف حصل مشاكل فيها. فالحمد لله إن هو طلع وبشكل على الأقل حتى لو هو بسيط هو فيه مجهود، يعني باين من كل حد فيه اشتغل بمجهود وتعب وعمل اللي عليه بجد. والمخرج برضو كان شاطر جدا، وكان شايف ان هو لا قد المسؤولية حتى لو حصل ايه. اتحدى ظروف كتير قوي احنا اللي عارفينها بره الكواليس. فالموضوع كان بجد حالة وحالة، يعني استفدنا منها وعشنا فيها. يمكن بيقدم نوعية جديدة أو نادرة من السينما المصرية. بالظبط. الاختلاف ده بيفرق مع الفنان طبعا الفنان لازم يعمل كل الحالات، تراجيدي، كوميدي، رعب، دراما، كل الحالات. لان انت في الاول في الاخر انت فنان، انت بتشكل شخصيتك وتشكل ادواتك على حسب الشخصيه اللي انت هتعملها وتتقمصها. مش لازم تتقمصها بره، بس انا قصدي يعني ان انت بتعيش فيها وبتحسها وبتصدقها علشان الناس اصلا تصدقها منك. تقريبا طول فترة التصوير، لان انا كنت عايشة الحالة وما كنتش بصور حاجة ساعتها، فكنت مندمجة فيها جدا وبحاول دايما اطلع الموضوع اللي هو ايه زي ما هي طالعة كده. هي لا، هي عايزين حياة حلوة ولذاذ، ومش عايزة احرق الفيلم قوي عشان ان شاء الله اذا ربنا كرمنا. هو طبعا بتبقى صعبة شوية، بس الواحد لازم بيعمل كده وبيقدر يعمل كده، لان احنا كبرضو طلبة او خريجين فنون مسرحية عندنا القدرة ان احنا ازاي نعرف امتى نفصل وامتى نكمل وامتى نستغل الوقت وامتى نستغل التفاصيل وامتى نبقى عايزين نوسع ادراكنا او وعينا بالشخصية اكتر، وامتى لا نخليها على جنب دلوقتي عشان ما دخلهاش في. انا قابلت شخصيات كتير ما دخلش من الشخصيات دي حاجات في الشخصية الا لو انا خدت عزلة عشان اقدر كده يعني اطلعها للناس بالطريقة اللي هي الصح. بس أعمالك الفنية ان شاء الله قريب، ان شاء الله قريب تشوفني مسلسلات وافلام، وكده كده انا كمان بغني فبعمل حاجات لحد بقى بيبقى في حاجات لي عليا حلوة. ليكي أعمال غنائية ولا لسه؟ لا، عندي قناة على اليوتيوب وعندي صفحة على الفيسبوك، والحمد لله برضه ليا جمهور بيحبوني في الغنى وكده. لا، محمد رمضان زميلي وطبعا بيقدم برضو لون معين، وهو اللون ده اصلا موجود في الواقع، وفي نفس الوقت هو ليه طريقة معينة، وطريقة الغنى بتاعته هو حاجة زي الراب والار ام بي والحاجات دي، ودي مش وحشة. احنا عندنا لازم يبقى الفنان متنوع، يعني يقدر يغني ويمثل ويعزف يعني انا بعمل برضو حاجات كتير، بس الحاجات اللي بحبها اكتر ان انا اغني او امثل. بس لينا جميعا يا رب ان شاء الله. في حاجة